السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فراولاتي الحلوين عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في تم صحه وحال وراحه بال يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. معاكم ليلى فوزي. فلو اول مره تشوف القناه فعلي حالا زر الجرس على الكل، سبسكرايب، الاشتراك واللايك والتعليق يا احلى وارق فراولايه في حياتي. بحبكم جدا، بشكركم جدا، بموت فيكم والله العظيم. ربنا يبارك لي فيكم يا رب، ويعني ويشفي مرضاكم ويغفر لمن مات من المسلمين من ذويك، اللهم امين. وياتي كل يعني حد فيكم سأله، يعني كل حد سائل ربنا حاجه ربنا يا رب يديه، اللهم امين، عاجلا غير اجل، امين يا رب العالمين. ويكر عيني وعينكم بكل ما نشتهي، اللهم امين. النهارده الفيديو ده قمر 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 قمر. بداته كده زي ما انتم شايفين كده بالهمسه، عملت لي القمر ده وعملته لي كده على شكل قلب، تحفه تحفه يعني. قلت لها انا نفسي فيه، قالت لي حاضر يس كده من عيوني. جت بقى كوكي قعدت تغلس عليا وتلعب بالبط كده، قلت لها طب والله لا هصورك. كان جميل قوي يا بنات بجد ما شاء الله، وهو سهل اصلا، بتيجي الطريقه ما بتاخدش منك 10 دقايق وتحطيه في التلاجة، تحفه. بصوا بقى، وكمان النهارده بصوا عندكم، شو انا قلت كلمه بصوا كتير، باين يا بنات بطلت كلمه فاهمه حاجه ودلوقتي بدات اقول كلمه بصوا فاهمه حاجه. المهم هوريكم النهارده المطبخ وازاي حاجات فيه تاسسي مطبخ لو انت بتعملي اول وجديد. التويلت بتاعك مش هيبقى عادي بعد النهارده، هتشوفي افكار تحفه ومناظر جميله. الفيديو ده روعه 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 بجد يعني. وفي اسئله كتير قوي هجاوبكم عليها طبعا في كل الفيديو. بس قبل اي حاجه اتاكدي حالا انك بس حاطه لايك، فاهمه، وعامله تعليق حلو شبه كده، وكمان مشيره الفيديو مع اصحابك. خلاص. طبعا انا سالت كتير، احنا مين؟ انا ليلى، بس احنا برضو احنا مفيش فايده في ايميلي. انا سالت كتير يعني حابين تعرفوا شويه معلومات عني، فانا هقولها لكم كده لغايه لما نوصل للحاجات القمر بتاعه المطبخ والتنسيقات الحلوه. خلاص. اولا انا اسمي ليلى فوزي، في محافظه بورسعيد طبعا، جمهوريه مصر العربيه. عندي شهر 9 يوم 26/9 هكون عندي ان شاء الله باذنك يا رب في اتم يا رب صحه وكل حاجه كويسه 46 سنه. ناس كتير قالوا لي ليلى الحمد لله بفضل الله عليا ما بيبانش عليكي سنك ومش عارفه ايه. يا ترى ايه السبب؟ في اسباب كتير يعني، انا ببقى شايفه ان هي فيها اسباب كتير. اولا بتبقى سلامه الصدر يا بنات، سلامه الصدر بتبقى طالعه على الوش، ادي اول حاجه. تاني حاجه في حاجات كتير يعني. انا بقالي من ضمن الاسرار اللي انا اقولها لكم ان انا بقالي مثلا 8 سنين 9 سنين كده يعني 10 سنين مثلا البشره بتاعتي الوجه يعني انا ما بحطش ميك اب خالص، بس البشره اللي هو جلد الوش ده، فاهماني؟ لكن بحط رجاجو او ماسكارا طبعا، والروج طبعا او الليب جلوس اي حاجه يعني، فاهمه؟ انما البشره لا تحت العين احب احط كونسيلر، ولا الوش احط له الحاجات دي. لا انا مش عارفه، بقتنع ان دي مع الوقت ومع الكلام ده بتاثر. طيب انا كنت بصوا العيد اللي فات ده طبعا انتوا عارفين ان كان نازل المخور اللي هو السعودي والاماراتي والكلام ده، فكان طالع كده، فاهمه؟ فالولاد عندي همس وسامه قالوا لي ماما احنا لا نعمل النيولوك. نزلت فعلا جبت الاكسسوارز اللي هي السعودي بقى، وهبقى افرجكم عليها حاجات الفخمه الجميله دي، وجبنا المخور وعملنا ستايلات سعودي في البيت، كانت قمر قوي 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 بجد يعني. الفتره دي بقى بجيب لكم صوره الموضوع ده ليه؟ لان الفتره دي يعني ايام العيد بس كنت انا بحط ميك اب اللي هو الفول ميك اب خالص يعني، كونسيلر بقى وحاجات للوش كلها كامله، وروجاجو اسمه ايه اللي كان فوق العين ده اي شاد دلوقتي وما اعرفش بقى اسمه ايه، الاسامي اتغيرت يا بنات والله، بس احنا بنقول زي ما احنا يعني. خلاص. فكان فول ميك اب. بس عايزه اقول لك على حاجه، انا كنت عماله اقول يا رب العيد يخلص عشان لا مش انا عايزه احس ان انا في وشي يعني كده يعني. بحب ان انا مثلا احطه شويه وانبسط بيه شويه، بس خلاص بقى فاهمه، خلاص بقى يعني خلاص. لا انا بحب ابقى وش طبيعي. بتهيألي ده كان سبب من الاسباب، لان مهما كان برضو الكيميكال اللي هو بتاع الميك اب بيأثر على البشره طبعا ده اكيد يعني. وبحس ان هي بتبقى مهلكه جدا. حاجه كمان من اللي انا بفضل الله سبحانه وتعالى اللي ربنا انعم عليا بيها، ان انا بقالي سنين كتير برضو، بقالي بتاع 10 سنين مثلا 11 او حاجه زي كده، بعمل بعد ما بشرب القهوه بتاعتي البن بتاع القهوه ده بعمله ماسك، بحطه على وشي كده ل10 دقايق. انا بحب كده يعني، ما اعرفش ممكن يكون سبب من الاسباب. حاجه كمان ان انا من فتره الفوق الخمسه يعني، مثلا وانا كان عندي مثلا 25 سنه او 26 بدات بقى من هنا يعني، في لازم يكون وشي لازم يكون في ترطيب، فاهماني؟ لازم يكون وشي مترطب. فبدات من السن ده لغايه النهارده لازم وشي يترطب. طبعا بتختاري الترطيب على حسب انتي نوع بشرتك ايه، مختلطه دهنيه جافه، بتعرفي الاول نوع بشرتك بتفهميه وتعملي كده.
الرياضه طبعا بتفرق. انا عايزه اقول لك ان العرق يعني انت بعد ما تعملي مجهود رياضي وتعملي رياضه، تلعبي رياضه وتعملي يعني ما حتى لو في البيت بترقصي زومبا، بتعملي اي حاجه مجهود جامد، عارفه المجهود القوي ده اللي هو لدرجه ان وشك يعرق. عايزه اقول لك ان العرق ده بمعدل حقنه كولاجين للوجه، يعني للنضاره، فاهماني؟ فدي من الاسباب. فيمكن انا بقالي فتره كبيره جدا ما رحتش الجيم، يعني انا اصلا انا شخص مودي شويه، يعني حسب المود بتاعي يعني. فانا بقالي فتره ما رحتش، فمش عارفه يعني. انا بصراحه دعولي بقى ان انا اروح، لان انا اصلا حاسه ان انا مهتميه يمكن بالقناه قوي الفتره دي، فانا في حاجه ساقطه مني يعني، فاهماني؟ فكره ان انا اصور ومنتج ده على فكره والله الموضوع ده مش سهل خالص، يعني بياخد وقت مني جامد يعني. فبعد بقى ما بخلص بقى ده كله بحس ان انا خلاص طاقتي هدت، وبعدين انتوا عايزين فيديوهات على طول، فده مأثر في عليا، فاهماني؟ بس ان شاء الله عايزه بجد اسرق نفسي واروح بجد الجيم. وحشني جدا، وحشني الرياضه، وحشني يعني. دلوقتي مثلا بعد ما اخلص اليوم بحس ان انا جسمي واجعني جدا، عظمي واجعني قوي. فبقول يا ربي يعني وجع العضلات في الجيم يعني احسن. يعني انا عندي يعني مثلا الواحد جسمه يوجعه بس بالرياضه، فاهمه؟ مش مثلا بقعده البيت كده يعني. فادعوا لي ان شاء الله ان انا اعمل الموضوع ده. بالنسبه لناس كتير قالوا لي ليلى عشان بتكلم في مواضيع علم النفس وبتكلم في المواضيع دي، يعني الكلام ده كتير، فبيقولوا لي انت ما شاء الله اللهم بارك مثلا مثقفه. انت دراستك ايه؟ انا دراستي بعيدا كل البعد عن اللي انا بتكلم فيه خالص. اولا انا لما خلصت الاعدادي، هحكي لكم قصتي ان شاء الله، وممكن الوقت احكيها لكم. لما خلصت الاعدادي وجبت مجموع حلو جدا، كان يدخلني حاجات كتير جدا. وعايزه اقول لكم ان انا اتقبلت في مدارس كتير بقى، اللي هي كان اسمها التجاره 5 سنين، وحاجات كتير، وقعدت اسبوع فيها واتسحب ورقي. سبحان الله، هو قدر يعني. ليه بقى؟ لان انا كان ليا خالتي رحمه الله عليها، فخالتي دي كانت مدرسه تمريض، يعني هي كانت مدرسه التمريض يعني. فاقترحت على ماما، قالت لها بقول لك ايه، تعملي ليلى قدمي لها ومش عارفه. طبعا انا ما اعرفش، انا اجهل، ما اعرفش يعني ايه تمريض، ما اعرفش حقيقي، مش بهزر، ما اعرفش. وهتبقى معايا وكده وحاجات من دي يعني. ماما اخذ راي بابا وتمام وخلاص، دخلت التمريض بقى، وانا اصلا اجهل وانا ما اعرفش اي حاجه عنه. اخدت فيه، طبعا انا حاجه ما بحبهاش. عايزه اقول لك انا عشان حاجه ما بحبهاش مش هدي فيها، دي حاجه. بس رغم ده سبحانك يا رب من المفارقات، ان بفضلك يا رب من كنت بطلع من الاوائل، فاهمه؟ يعني انا عارفين بقى خالتي هناك مدرسه وبتاع بقى وكده، يعني برستيجي اللي هو ايه، ازاي تبقى خالتي مدرسه وانا ما اطلع مثلا كده يعني، فاهمه؟ دي كانت نقطه خلي بالك يعني. فحتى سبحان الله لما احنا اتخرجنا في الدبلوم في السنه بتاعتنا، كنا احنا طالعين، يعني انا كانت الانتيم بتاعتي الاولى، ناديه صاحبتي كانت الاولى، وانا تقريبا الثانيه او الثالثه على ما افتكر. وعايزه اقول لك ان كانت معمول لينا العنايه المركزه بتاعت الاميري، ساعتها كانت مفتوحه لينا، جايبين لنا الاجهزه ومش عارفه ايه. عايزه اقول لكم مع ان انا بفضل الله بجد كنتش بحب التمريض، انا ما كنتش بحبه يعني، حاجه مش مجالي، ما اعرفش حاجه، اهو دراسه وخلاص، فاهمه؟ بس عايزه اقول لك ان ما اشتغلت مش بفضلك يا رب في مكان الا لما كنت متفوقه. وهحكي لكم مفارقات تضحك، حقيقي تضحك والله. فالمهم بقى لما خلاص اتعيننا في الاميري، رحنا العنايه بقى مفتوحه عشاننا، كله جديد في جديد، واحنا بقى ايه الدفعه اللي طالعه، يعني احنا ال10 الاوائل اللي كنا طالعين الاوائل، فخلاص دخلوهم ايه العنايه بقى، وندرس مش عارفه. كنا شطار جدا يعني، كنا حاجه فوق الفظيعه. عارفين اللي هم النيرس او الممرضه اللي هي اللي تقف في العنايه، لا كنا حاجه فظيعه معديه يعني. كانت طبعا صديقتي الانتيم ساعتها راديا كانت معايا، وحاجه يعني فوق الفظيعه. طبعا انا عشان ما حبيتش الموضوع كنت بخلص سنتين التكليف بقى، مش عايزه اكمل بصراحه يعني، مش عايزه اكمل، ما بحبهاش يعني. المهم فحصلت مفارقات كتير قوي اثناء الدراسه. تحبوا يعني تيجي نحكي الحاجات؟ طيب ماشي، بصوا نبدا طب احكي من وانا صغيره. طيب نبدا كده ناخد سلسله حكايات. صلى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
انا لو وانا صغيره، انا احكي لكم من وانا عندي سنه وكسور، يعني سنه ونص كده يا دوبك بقف كده اسند في السرير. انا فاكره ليه عايزه احكي لكم، لان انا فاكره المشهد ده. كانت رحمه الله عليها ماما وبابا كانوا شغالين في شركه الغزل والنسيج، فكانت ماما رحمه الله عليها بتوديني الحضانه بتاعه الشركه، وبتروح تخلص شغلها وترجع تاخدني. انا عايزه اقول لك ان انا فاكره شكل السرير اللي ماما كانت تحطني في الحضانه فيه، شكل السرير. وانا عايزه اقول لك فاكره شكل البلاط، فاكره ريحه الفينيك، كانوا بيمسحوا بفينيك، فاكره ريحه الفينيك، وفاكره تقسيمه البلاط، وفاكره شكل ماما وهي ماشيه وانا بعيط وبنده لها كده وانا صغير. انا عايزه اقول لك يعني، فكل ده في ذاكرتي، خلي بالك كانه امبارح. عايزه اقول لك ان كمان ساعات ماما كانت تاخدني تحطني في الحضانه صح، حضانه او تاخدني معاها جوه عندها في المكان جوه، كانوا اصحابها بيحبوني جدا. عايزه اقول لكم ان انا كنت فاكره اصحابها وبحبهم بشكل غير طبيعي، لان كل دي ذكريات عندي وانا صغيره. ماما رحمه الله عليها كان فيها طباع جميله قوي، كانت خدومه بشكل غير طبيعي، يعني خدومه بشكل اللي هو يقول لك اوفر، تقف تساعد الناس جدا جدا جدا، قويه كده وشجاعه وتنصر المظلوم كده، يعني ده كان فيها. بابا رحمه الله عليه كان طيب قوي 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 قوي، حنون، كله حنيه. عارفين مثلا لما كنت مثلا في ايام الاعدادي، عارفين ما احنا نعمل قعده كده احنا واصحابنا بقى، ونقعد كل واحد فينا يقول ايه انا بابا احسن من ماما. فاكرين مش احنا واحنا صغيرين بنعمل كده؟ وحد يقول ايه لا انا ماما احسن من بابا، وحد يقول لك انا جدتي احسن منهم هما الاثنين. عايزه اقول لكم ان انا كنت الوحيده اللي كنت اقف اقول لهم انا بابا وماما الاثنين حلوين، انا بحب الاثنين. بابا وماما كان ربنا من علينا انا واختي، لان انا ملناش اخوات صبيان، انا واختي عزه فقط. وهعترف لاول مره ان انا الكبيره، يعني انا اكبر من عزه بسنتين. بس انا بقالي فتره كده على الفيسبوك حوالي 10 سنين بهزر يعني مع عزه على طول، يعني بعمل لها عارفين اللي هو صوره الليمبي يا كبيره، ان انا يعني بقول على عزه اختي هي الكبيره. ليه بقى؟ لان عزه اللهم بارك يا رب عاقله جدا، اعقل مني بمراحل، وهاديه وراسيه كده، وعارفين كده كاريزما في نفسها كده. فعزه عاقله، عزه دمها خفيف وكل حاجه، بس مش بتهزر بسهوله، تقيله كده، عارفين كده. فانا على طول بقول لها انت الكبيره، يعني عشان هي كده يعني. المهم نرجع لموضوعنا. ما كانش لينا بقى اخ ولد وكده، كان بابا وماما الاثنين يعني كلهم حنيه طيبه، يعني انا اول مره اشوف شخصيتين الاثنين طيبين قوي قوي قوي، ومش قادره اوصف لكم. كانوا بيعاملونا احنا كاولادهم، كنا لو يطولوا الاثنين يجيبوا لنا القمر من السماء كده يجيبوه لنا. فاحنا تربينا، انا يعني حتى مثلا انا لما مثلا كبرت شويه، فبرضه في وسط المجال اصحابنا يقول لك مثلا احنا ماما بيجيب لنا كذا، بابا بيجيب لنا كذا. عايزه اقول لك ان انا ما اعرفش، ما كانش بيبقى نفسي في حاجه، لان انا كان كل حاجه بتجيلنا. احنا كنا جميع اي حاجه في البيت خير موجوده، فاهمه حاجه؟ على الرغم ان هم كانوا ساعتها زمان بقى يقول لك ايه متوسط الدخل، بس ده كان زمان يعني. لا بس عايزه اقول لك انا ما اعرفش يعني ايه نفسي في حاجه، ما نفسيش في حاجه. الايس كريم لا، ما اعرفش ايه الذره لا، ما اعرفش ايه الحاجات، حتى الرفاهيات انا ما بقاش نفسي في حاجه، لان كل حاجه عندي، فاهمه؟ هم كانوا كده، هم كانوا متفاهمين لاولادهم قوي قوي فوق ما انت تتخيلي يعني. الشاهد ان سبحان الله ماما وبابا لما تزوجوا كانوا قاعدين مع جدتي، وكانت طبعا الحياه مش الطف حاجه. فكانت ماما حربت جدا، حربت بمعنى حربت يعني حرفيا، وحوشت، وكانت بتجري ان هي تجيب لنا مكان منفصل، شقه بيت يعني. وفعلا فضلت كده لغايه لما ربنا كرمها، وفعلا بقى لينا مكان منفصل. فانا في نقطه هنا عايزه اذكرها، بس عشان انا هنا بقول لك، فاكرين لما بقعد انصحكم واقول لك ما تسيبيش اي حاجه ما تستعمليهاش، سجادك افرشيه، استعملي فوطك، استعملي ملاياتك، ما تقوليش لما اعملي حاجتك استعملي. لان سبحان الله ماما توفاها الله، لما توفاها الله عايزه اقول لك ان كان ليها سجاد ملفوف جديد ما استخدمتوش يا حبيبتي. يعني تخيلوا ان هي كانت تقعد مش شغاله او بتشتغل وعشان تجيب حاجه وتتوفاها الله. فانا من النقطه دي قلت لا، انا الواحد يستعمل حاجته كلها، ادشدش واكسر واستمتع بحاجتي اللي انا تعبت فيها، او ان انا اشتريتها، او اللي انا لا فاهمه. فدي نقطه انا اخداها بسبب كده يعني. خلاص ادي حاجه. بعد كده بقى بقول لكم بدات يعني وانا في الاعدادي، نقطه بس برضو حابه ان انا اذكرها.
انا كنت في اعدادي، في اولى اعدادي تقريبا حاجه زي كده. ماما كانت مربيانا تربيه فظيعه، يعني انا بقول لك ايه، تربيه اللي هم بيسموها تربيه خنيقه، يعني تربيه قوي. انا ما اعرفش يعني ايه باب يتفتح بتاع الباب، باب الشارع واطلع بره، ما ينفعش اطلع الطرقه دي، اسمها طرقه مثلا لما تيجي تفتحي كده الباب ده العتبه. انا عايزه اقول لكم على موقف حصل. ماما كان بقى لما احنا جتنا الشقه وكده، واحنا ايه كنا بنقعد ومش عارفه ايه، كانوا بنات العماره هيتجننوا عشان يلعبوا معانا. يعني احنا كنا عشان الشيء اللي ايه الممنوع مرغوب، فاهمه حاجه، احنا عشان كنا ما بنطلعش خالص يعني، فكانوا بيحبونا وحبينا نلعب معاهم. كانت ماما منع الموضوع ده نهائي نهائي نهائي. المهم فجيت في مره بقى، عارفين بقى ايه، البنات دول قعدوا يخبطوا يقولوا لي ليلى اقفي معانا شويه. نقف ايه؟ اقف ايه؟ اقف على ايه؟ على عتبه الباب. افتح الباب كده واقف على عتبه الباب بس اتكلم معاهم. طبعا ده كان ممنوع. المهم ايه، فانا واقفه كده وانا كنت لسه في اعدادي. ف ماما لمحتها، قمت جريت بسرعه، يعني جريت بسرعه وقفلت الباب، اتخضيت خفت. المهم ايه، فجت بقى، بصوا كان لنا جاره رحمه الله عليها، فبتعملها ازاي، ازيك يا ام ليلى؟ قالت لها ازيك يا حبيبتي الحمد لله. قالت لها على فكره، بصوا بالطريقه دي، على فكره ليلى كانت واقفه النهارده بره. طبعا انت فاهمه، بصوا افهمكم، هو الممنوع مرغوب واحنا ما بنطلعش وعارفين كده يعني. فهي عايزه تقول لها يعني ان بنتك عادي يعني بتطلع هي، فاهمه حاجه كده يعني. قالت لها استحاله ماما، قالت لها استحاله. قالت لها لا هي طلعت، قالت لها استحاله، انا ما صدقش كده، ده ما يحصلش. المهم ايه، فماما جت سالتني، فانا قلت لها اه ماما انا حصل كذا. بس هي ما على فكره ما عاقبتنيش، بس يا ريتها كانت عاقبتني، لان هي بصت لي بصه انا حاسه بيها، انا فاهماها ان انا خذلتها، فاهمه ان انا خذلتها، وان انا عملت ايه، ده انا فتحت الباب واقفه على العتبه برد على جارتي البنوته اللي زيي، وده اصلا ممنوع. فانا حسيت احساس وحش قوي. حسيت ان بصوا انا فاهمكم حاجه، انا ماما واحنا صغيرين كانت بتضربنا يعني، كانت قويه وجامده كده ومش عارفه ايه، كانت بتضربنا. لكن بابا ما كانش بيضربنا خالص، تمام. فكانت ماما شديده يعني، عارفه قويه يعني، فاهمه، تعمل لها الف حساب يعني. فانا بس انا ما اقدرش اكذب عليها، انا هقول لها اللي حصل حتى لو ايه اللي هيحصل. بس في نفس الوقت انا كنت بحبها قوي، فالاحساس الخذلان اللي انا عملته ده، يعني انا زعلت وخدتها من الموقف من اليوم ده بجد، ان انا ماما دي ما خبيش عليها اي حاجه يعني، واللي تقوله يتنفذ لو على رقبتي. عايزه اقول لكم على حاجه، انا لما كبرت وبقى عندي ولاد، شوفوا انا بقول لكم ماما اللي هي التربيه الشديده القويه دي، انا عايزه اقول لكم ان انا طلعت بعمل مع بناتي اللي ألعن من اللي ماما بتعمله. خنيقه ايه ده، انا هاينه عليا ولادي دول، مش قادره اقول لك اغلفهم وعينهم كده. لا انا بقول لك اهو، انا عارفه، حتى انا بقول لهم يا جماعه انا عارفه انتوا حاسين بايه، حاسين ان انا عامله عليكم او كده، بس صدقوني هو ده يعني ده الصح. ان شاء الله بصوا الفيديو لو ما كفاش رغي هنكمل رغي المره الجايه، لان هي الحكايه لذيذه وحلوه يعني. فسبحان الله لما بقى دخلت التمريض، وكان لنا بقى ايه، كان لنا كام صاحبه كده لذيذه، فكانت الانتيم بيتي بتاعتي هي شاطره وبنوته قمر سكر، وكنا احنا بقى مميزين، وكان شكلنا حلو قوي، شكلنا ولاد ناس، عارفه اللي هم المنظر ده، هدومهم مكويه على طول، عارفه اللي هم والاوائل احنا الالفه يعني، فاهمه، فمميزين. وانا كمان زايد عليا ميزه ان انا خالتي بقى مدرسه، عارفين ان هم البنات بيحبوا يتوددوا ليا يعني. كان ليا واحده زميلتي كان اسمها هبه، كانت بتبقى قاعده ورايا كل شويه يعني، انا بلف كده صدفه يعني قدرا كده الاقيها بتبص لي ومتنحه لي قوي، وعارفه اللي بتبص لي بصه اعجاب وحاطه ايديها على خدها كده مبسوطه قوي يعني، عارفه لما تكون بتبص لحد بتحبه. فبقول لها بتبص لي كده ليه يا هبه؟ هكمل لكم الفيديو الجاي.